السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في عالم سنة أم وئام وفيديو جديد. نتمنى إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو هذا في تمام الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله غنقترح عليكم الكيكة اللي ما كتخطانيش، كيكة الماء اللي كتجي أكثر من رائعة، اقتصادية وكتجي لذيذة. نحضروها للضيوف ديالنا ووليداتنا. تبعوا معايا لا فيديو حتى الاخر باش تشوفوا الطريقة والمكونات اللي جد سهلة. نخليكم مع لا فيديو. لأول مرة كيشوف القناة ديالي ما تنساوش تشتركوا في القناة وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. ولا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع أهلكم وأصدقائكم في المواقع التواصل الاجتماعي. نبداو على بركة الله بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة للمكونات غادي نحتاجو 3 د البيضات يكونوا بحرارة المطبخ. أنا عندي هنا حجم صغير، إلا كانوا كبار نديرو 2، رشة ديال الملح، كاس ديال السكر سنيدة، كاس لاروب ديال الزيت، وكأس مملوء ديال الماء. وعندنا هنا سكر الفانيلا، وعندي هنا 2 خنيشات ديال الكاكاو أو 2 معالق عامرين ديال الكاكاو. أنا عندي غير هاد النوع هو اللي استعملت. وغادي نحتاجو 16 غرام من البيكين باودر أو خمارة الحلويات. وعندنا الدقيق كيبقى دائما على حسب الخليط. غادي ناخدو واحد البول فاش نخلطو المكونات. ضفت هنا 3 ديال البيضات مع رشة ديال الملح، كأس ديال السكر سنيدة مع سكر الفانيلا. وكنخلطوا المكونات مع بعضياتهم بالفوي. من بعد غادي نستعمل الطراب الكهربائي. كنبقاو نطربوه حتى كيتضاعف الحجم ديال البيض وكيتغير له اللون ديالو بهذا الشكل هذا. وهنا غادي نضيف كاس لاروب ديال الزيت، كنضيفوه شويه بشويه وحنا كنطربو. من بعد غادي نضيف كأس مملوء ديال الماء. هاد الكأس اللي كنضيفو كيخلي الكيك ديالنا كيجي خفيف ومفشفش من الداخل. بصراحة كيكة اللي كتجي رائعة ومقادير جد سهلة وناجحة 100%. هنا غادي نضيف 2 خنيشات ديال الكاكاو أو 2 معالق ديال الكاكاو. كنخلطوا الكاكاو مع المكونات حتى كينسجموا مع بعضياتهم. وهنا غادي نبقى نضيف الدقيق بالتدريج شويه بشويه. وغادي نضيف هنا 2 ديال الخمارات اللي غادي نغربلهم. انا هنا الدقيق غربلته من قبل. الدقيق البنات دائما كيبقى على حسب الخليط، على حسب النوعيه ديال الدقيق وعلى حسب البيض. والكاس اللي عبرت به كتعبروا نتوما بالكاس اللي عندكم ديال الشاي. وهنايا هذا هو الخليط اللي كنحصلوا عليه، كيكون ماشي خفيف وماشي ثقيل. كنحاول نخلطو مزيان باش ما يبقاوش لنا الكتل ديال الدقيق. وهنا غادي ناخذ المول اللي غادي نستعمل، غادي ندهنو بالزبده وغادي نرش عليه الدقيق. وبالنسبه للمول كتستعملوا المول اللي بغيتو، تقدروا تستعملوا المول اللي تيكون فيه الثقب في الوسط او اللي كيتحل. المهم نتوما كتستعملوا المول اللي بغيتو. وهنا غادي نصبوا الخليط ديالنا في المول اللي دهنته بالزبده والدقيق. دائما كنعليو يدينا الاعلى باش نصبوا الخليط ديال الكيك. غادي نحاول نسرحو على الجوانب. وانا هنا سخنت الفران على 180 190 درجه، كنشعلو عليه غير من التحت. ودائما الكيك ديال الشوكولا او الكاكاو كنطيبوه غير من التحت بلا ما كنشعلو عليه من الفوق. غادي ندخل الطاوه ديالي الفران حتى يطيب الكيك ديالنا. ما كياخدش معنا بزاف ديال الوقت، نصف ساعة تقريبا على حسب الفران ديالكم. ونرجع معكم. وهنا كي كتشوفوا هذا هو الشكل ديال الكيك ديالنا من بعد ما خرجته من الفران. كيجي بصراحة خفيف ومهوي من الداخل. غادي نخليه يبرد وندوزو نحضروا الصلصة باش غادي نسقيو الكيك ديالنا. بالنسبة للصلصة اللي غادي نسقيو بها الكيك اللي جد سهلة، غادي نحتاجو هنا كاس لاروب ديال الحليب و12 قطعة ديال الشكلاط، يعني النوعية اللي بغيتو. غادي ناخدو كاسرونة اللي غادي نضيفو فيها كاس لاروب ديال الحليب. غادي نخليوه حتى يسخن. عاد غادي نضيفو 12 قطعة ديال الشكلاط. غادي نخليوه حتى يذوب تماما. ومن بعد غادي نسقيو به الكيك ديالنا وهو سخون. خليكم مع الفيديو.
ونعم من بعد ما وجدت الصلصة ديالنا كنتقبوا الكيك ديالنا مزيان بهذه الطريقة، وكنصبوا الصلصة ديالنا فوق الكيك يعني كاملة بهذا الشكل هذا من الجوانب ومن الوسط حتى كتشرب الكيك ديالنا هاد الصلصة اللي حضرنا. من بعد ما سقينا الكيك ديالنا كنزينوها بالطريقة اللي بغيتو، نتوما ليكم الاختيار. انا هنا غادي نزينها فقط باللوز اللي مسحتو مزيان وقطعته بهذا الشكل هذا بالقشره ديالو. والتزيين راه كيبقى اختياري، كل واحد كيزين او كيبدع بالطريقه اللي بغيتو. هذه طريقه جد بسيطه وكيكه كيف شفتوا معايا اللي جد بسيطه وكتجي بصراحه هائله، لا في المذاق ولا في الشكل. غادي نخليكم مع الفيديو، نتلاقى معكم في الشكل النهائي. وهنا كي كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا اللي كيجي بصراحه اكثر من رائع. كيكه الماء، كيكه اقتصاديه اللي كتجي خفيفه ومهويه من الداخل، مذاق ولا اروع. كنتمنى الوصفه تنال اعجابكم، ولا عجباتكم كيف العاده اشتركوا في القناه لاول مره كتشوفوا القناه. ما تنساونيش من لايك. مرحبا بتعاليقكم وارائكم، والى عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع اهلكم واصدقائكم باش تعم الفائده، وبارطاجيو الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي. كنشكركم على المتابعه، تابعتوا الفيديو من الاول حتى الاخير. هانتوما كي كتشوفوا كيفاش كتجي من الداخل كتجي رائعه وشهوه منها. هنا وصلنا لنهايه الفيديو، نقول لكم مع السلامه والى فيديو قادم ان شاء الله.